لكن دعونا نشاهد هذا محمد الضبيبي، طفل يمني يدرس في الصف الخامس الابتدائي وفي الوقت نفسه يبيع حلوى المجلجل المشهورة في شوارع العاصمة صنعاء. قناة اليمنية سألت الطفل الضبيبي عن أسباب بيعه لحلوى المجلجل. دعونا نستمع لإجابته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا بطل؟ الحمد لله. تطلب الله يا حبيبي؟ ايوه. ما شاء الله عليك. ايش بتبيع؟ جلجل. وكم تستفيد مثلا؟ تبيع بكم؟ ابيع ب 1600 تستفيد 300 بس؟ لا. استفيد منه 950 بس. تدرس ولا ماشي؟ ولا ادرس. صف كم؟ خامس. يا سلام. ليش بتخرج تطلب الله؟ عشان نسري ويعني تعين نفسك. أعين نفسي ونسري وأن لما يعني ندرس دي حق الدراسة وحق العيد. الطفل محمد فاز بجائزة بعد إجابته على سؤال المذيع. هكذا كان رده عند سمع بالجائزة. إذا جاوبت بعطيك جائزة. تمام؟ أوكي. طيب، كم عدد أركان الإسلام؟ 5. إجابة صحيحة. إذن هذا الجائزة، هذه جائزة يا محمد مقدمة من قناة اليمنية الفضائية، تستاهل.